كانت مروي امرأة ذات شخصية آسرة وحضور لافت. لقد كانت تحمل الكثير من الأسرار في قلبها، لكنها كانت تتوهج بقوة عشقها لرجل أحبته بعمق لمدة 10 سنوات. في يوم زفافهما المنتظر، شاءت الأقدار أن تفصل بينهما في لحظة قاسية، ليرحل عنها وتتحطم آمالها. مرت 3 سنوات قاتمة. اختارت مروي الابتعاد عن الماضي المؤلم والشروع في بداية جديدة. رحلت بعيداً عن كل ما يربطها بالألم، لتتعثر صدفة بلقاء مع لوتيان، الرئيس التنفيذي الصارم لشركة شهيرة. ظنت مروي في البداية أن لقاءها بلوتيان كان مجرد مصادفة عابرة، لكن الأقدار ظلت تجمع بينهما مراراً وتكراراً في ظروف غير متوقعة. وبمرور الوقت وجدت نفسها تستضيف لوتيان في منزلها بعد أن كان يسكن قلبها بسبب الأقدار. بدأت مروي تتساءل في داخلها، هل يمكن أن يمنحها القدر فرصة ثانية في الحب؟ كانت تتردد وتخاف من منح قلبها مجددا، لكنها شعرت أن هناك رابطا خاصا يجمعها بتيان، شيء أقرب للتواطؤ القدري. شيئا فشيئا بدأت مروي تشعر بدفء قلبي جديد ينبض في صدرها، مما دفعها للإيمان بأن الحب قادر على تجديد آمالها وإعادة رسم معالم حياتها. هل ستقوم مروي بإعادة تركيبة حياتها وتمنح الحب فرصة أخرى رغم الخوف من الألم القديم؟ في رحلة البحث داخل نفسها واكتشاف مشاعرها المخبأة، تواجه مروي خياراً مصيرياً: أن تظل أسيرة لذكريات الماضي، أم أن تطلق العنان لبهجة الحب الجديد الذي يطرق بابها بحماس. بين الحيرة والأمل، تتعلم مروي أن تتصالح مع مشاعرها وتوثق خطوط القدر بيدها، لتبدأ فصلاً جديداً في حياتها مليئاً بالمغامرات والمفاجآت التي لا تتوقعها.